رولات اللحمه كانك جايبه بالظبط اكل من الجاهز بتاع بره ومسوياه في البيت، ومعموله من ربع كيلو من اللحمه بس. هترمي معاكي كميه حلوه جدا، تقدري تعمليها على مرتين، ولو انتي اسره صغيره على 3 كمان. سامعين صوت القرمشه؟ انا معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، يا ريت يكون فيها دهون شويه، ومعايا 2 حبه من البطاطس حجمهم متوسط، بشراهم بشر ناعم جدا وعصراهم كويس قوي ما يكونش فيها نقطه ميه، وبصلايه مبشوره حجمها متوسط بميتها، و4 معالق من البقسماط الناعم، وحبه من البيض. البهارات بتاعتي بقى نص معلقه كل من بهارات لحمه، بودره بصل، بودره ثوم، بابريكا، فلفل اسود، ملح حسب الرغبه. وهضرب ده كله مع بعضه لحد ما يبقى ناعم جدا ومفتل زي ما انت شايفه كده. هبتدي احطه بقى في طبق. بصوا مش بتلزق في ايدي نهائيا. هحطهم في التلاجة لمده 10 دقايق بس ترتاح. معايا خليط الكفته بقى وجبنه موتزاريلا وكيس تلاجة فتحته، وهبتدي ادهن الكيس ده بالزيت. وهاخد كوره من الكفته بتاعتي بحجم الليمونه الكبيره شويه، يا ريت ما تكونش سميكه قوي ولا رفيعه قوي عشان الحشوه تبقى حلوه وفي نفس الوقت مش كبيره قوي. وترمي معاكي برضو كميه، بس ما ترققيهاش قوي عشان الجبنه ما تفتحش منك. وهبتدي اعملها زي ما انت شايفه كده. هحط الجبنه الموتزاريلا وهقفلها زي ايه، فاكرين لما كنا بنحشي ورق العنب في كيس؟ بنفس الطريقه كده. انا شفت الوصفه دي على النت وعجبتني جدا واتشجعت اعملها، عشان انا كنت عامله اصلا كفته البطاطس معاكم بنفس الطريقه ونفس الحشو، نفس طريقه الكفته بالظبط. بس تركت ان انا احشيها جبنه واعملها بالبريدنج بقى، جديده حلوه عجبتني بصراحه وطعم حلو جدا. هبتدي افرد كده الكفته معايا. اهم حاجه ادهن مع كل مره الكيس بتاعي بالزيت عشان يبقى سهل عليا في التشكيل، واقفل كويس عشان الجبنه ما تخرجش مني، واقفلها حلوه قوي. يعني احاول يعني بجد اقفلها كويس عشان ما تفتحش مني واخسر الجبنه دي كلها وبوظ لي الزيت. بس عملت معايا الكميه دي كلها الربع كيلو. هجيب بقى نص كوبايه من البقسماط ونص كوبايه من الكورن فليكس وبيضايه ودقيق، وهحط على البيضايه كوبايه من الحليب، وهبتدي اقلب ده كله مع بعض. وهاخد بقى الكفته بتاعتي احطها في الدقيق واغطيها كويس بالدقيق زي ما انت شايفه كده، وانزل بيها في اللبن. وبعد كده خليط الكورن فليكس والبقسماط. الكورن فليكس بيدي قرمشه حلوه كده وبيغري الاطفال. لو انت مش حابه تحطيه براحتك، ممكن تعمليها بقى طبقتين زي ما انا عملتها كده المره دي، بس انا بصراحه استكفيت بمره واحده، حسيت ان التغطيه كفايه. بس هي وصفه حلوه جدا جدا، ورميت الكميه دي كلها معايا. حلوه جدا لو عيله صغيره مكونه من 3 افراد. انا عملتها على مرتين بصراحه كانت كويسه قوي. هنزلها في زيت متسخن على درجه حراره متوسطه عشان اضمن ان قلب الكفتيه استوى معايا. بس واطلعها وقفلي كويس كده عشان في حتت بيخرج منها اوقات الجبنه، ويطلع معاكي قمر كده. وانا فرست بقيه الكميه في الفريزر. بصوا بقى الجبنه ومقرمشه وحلوه جدا جدا جدا. اهم حاجه ما تتخنيش اللحمه عشان ما تبقاش مزعجه. هي كده كده حلوه قوي. بس يا رب يكون عجبتكم الوصفه.